بدأت الحكاية. ترمانين. البلدة التاريخية الواقعة على طريق الحرير شمال محافظة إدلب، والتي يعود تاريخ بنائها إلى نهاية القرن الخامس الميلادي، والتي ولد وتوفي فيها عام 1186 للهجرة الشيخ الشريف أحمد الترمانيني من نعمة الله بن علي الحسين الهاشمي، الذي كان إمام عصره في الزهد والعلم والورع، والذي يعود إليه نسب آل الشيخ بعوائلهم العديدة في ترمانين وأطمة وعقربات ومشهد روحين، وفي بعض القرى الحدودية المجاورة ضمن الأراضي التركية. هذه البلدة التي يشهد لأبنائها القاصي والداني لدورهم الريادي في نشر العلم والمعرفة، حيث احتفل فيها بتاريخ 10 من أيار عام 1961 بعيد العلم والقضاء على الأمية، ليصبح مناسبة خاصة يحتفى بها كل عام، ولتبدأ مسيرة حافلة من العطاء لهذه العائلة العريقة. هذه العائلة التي خرجت أجيالا وأجيالا من الأعلام والشخصيات الذين كان لهم البالغ الأثر، إن كان في محيطها أو على مستوى سوريا، في كافة النواحي الدينية والعلمية والعسكرية والسياسية، والتي أسهمت في صياغة تاريخ سوريا الحديث. ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر العلامة الجليل الشيخ أحمد بن عبد الكريم بن عيسى بن الشيخ أحمد الترمانيني، مفتي المذهب الشافعي في حلب في أواخر عهد الدولة العثمانية، والشيخ محمد نور الدين الترمانيني المدفون في القاهرة ومفتي الشافعية في الديار المصرية، والشيخ الأستاذ إبراهيم الترمانيني قاضي قضاة حلب ورئيس محكمة الجنايات بالمدينة، والدكتور عبد السلام بن الشيخ إبراهيم الترمانيني أستاذ القانون الدولي وصاحب العديد من المؤلفات والمراجع القانونية، واللواء الطيار الشهيد أحمد عبد القادر هلال عبد الرحيم الترمانيني، الذي كان أول ضابط ينشق عن صفوف نظام الأسد عام 1976، والعديد من الشخصيات التي لا يتسع المقام لذكرها. ليأتي خلف من بعدهم حملوا الراية وساهموا في رفعة مجتمعهم وبلدهم. ومع انطلاق الثورة السورية المباركة التي كانت نقطة تحول فاصلة في تاريخ سوريا، كان لأبناء هذه العائلة قصب السبق في نصرة الثورة منذ يومها الأول، عبر تسابق أبنائها للالتحاق بصفوف الثورة وانشقاق العديد من أبنائها العسكريين من حملة مختلف الرتب عن جيش النظام المجرم، وعن الانشقاق عن عصابات الوحش القاتل، عبر تسابق أبنائها للالتحاق بصفوف الثورة وانشقاق العديد من أبنائها العسكريين من حملة مختلف الرتب عن جيش النظام المجرم، ومساهمة باقي أبنائها في كافة مفاصل الثورة المدنية والمسلحة، بداية من المظاهرات السلمية وصولا إلى الحراك المسلح الذي توج بالنصر والتحرير. وفي سبيل ذلك فقد قدمت العائلة كوكبة من المعتقلين والشهداء الذين جادوا بدمائهم الطاهرة نصرة لدينهم وعرضهم وأرضهم، وإيمانا من أبناء العائلة آل الشيخ أحمد الترمانيني بضرورة العمل الجماعي البناء والحفاظ على أواصر القربى ووحدة الصف. تم تأسيس رابطة آل الشيخ أحمد الترمانيني في ترمانين وأطمة وعقربات ومشهد روحين وفي عموم سوريا والمهجر، تحت شعار وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حيث كان الهدف من تأسيسها تأطير العمل الجماعي بما ينصب في خدمة أهداف ومبادئ الثورة وبناء مجتمع تكافلي بعيدا عن الفردية، يسهم في مسيرة النهضة
وخدمة الصالح العام، ويؤسس لمرحلة ما بعد التحرير وبناء سوريا البلد المنشود. وانطلاقا من حرصنا مجتمعين على الحفاظ على إرث الآباء والأجداد العريق والسير على نهجهم، تسعى رابطتنا لتوسيع مشاركتها الفعالة في الشأن العام خدمة لوطننا وأمتنا. وختاما، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من كان حريصا على تأسيس هذه الرابطة التي تعمل لرفعة وسمعة أبنائها في مسعاهم لتعزيز دورهم في مستقبل سوريا.